اهلا بيكم عشاق النادي المصري في كل مكان، والف مبروك النهارده الفوز الصعب على البنك الاهلي العنيد، واصعب مباراة للنادي المصري يفوز بها. النهارده نقدر نقول الكورة بتحب النادي المصري، رغم انه الشوط الثاني لعب ب10 تنفار، انما النهارده نقدر نقول اللعيبه رجاله وفازوا وتربعوا على بطولة الدوري العام. مباراة صعبة صعبة صعبة، رغم كمية الفرص اللي في الشوط الأول اللي ضاعت من النادي المصري. كان في إمكانه يخلص الشوط الأول على الأقل 4، وطبعا كان الانفراد بتاع اللاعب الأجنبي في الشوط الثاني لما احنا كنا غالبين 1 يعني. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله اللي احنا طلعنا بنتيجة 1-0 رغم نقص العدد. بس اللعيبه اثبتوا النهارده اللي هم رجاله، وهم دول لعيبه النادي المصري لما بتحب تلعب بروح. النهارده لعبوا بروح وفازوا. النهارده بنقول شابوه لكذا لاعب، من اولهم عصام ثروت وصلاح محسن، عمل مباراه رائعه. اللعيبه النهارده بصراحه ما قصرتش، والنهارده نقدر نقول القرموطي اتقرمط وجاب جول. يعني النهارده يعني جاب جون، يمكن دي بدايه للقرموطي. فعايزين بقى ايه قرامتك تظهر في المباريات القادمه باذن الله كده، وتفوق مع النادي المصري. عموما في النهايه بنقول مبروك للنادي المصري، مبروك لجمهور النادي المصري، مبروك للاعبين، مبروك لمدرب الكوكي اللي اثبت ان هو مدرب قدير النهارده، ومبروك لمستر كامل ابو علي، ومزيد من الانتصارات، ومبروك عليكم مؤقتا المركز الاول. شكرا.